السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم. في هذه الحلقة نقدم لكم وصفة واللي هي عبارة عن طاجين اللحم المفروم بالطماطم أو طماطم باللحم المفروم. فالعمل هذه الوصفة السريعة، احنا بحاجة لثلاث حبات من الطماطم. أنا قسمتهم من نصف وأزلت البذور. كمية من اللحم المفروم على حسب الرغبة. القليل من زيت الزيتون. بيض، استعملت هنا 3 حبات من البيض. الزيتون بدون نواة. والتوابل عندي هنا الملح، زعفران، الفلفل الأسود والزنجبيل. ناخد اللحم المفروم ونضيف ليه التوابل، قليل من الفلفل الأسود، قليل من الزعفران، قليل من الزنجبيل، وقليل من الملح، ونخلطهم جيدا ثم نخليهم على جنب. ثم ناخد الطماطم ونوضعها في الطاجين ونضيف ليها التوابل، والقليل من زيت الزيتون. ثم نخلط كل شيء جيدا. ناخد اللحم المفروم ونشكل منه كرات بهذا الشكل هذا ونوضعها في الطاجين. من بعد ما انتهيت من وضع كرات اللحم المفروم فوق الطماطم، نوضعها الآن فوق النار. نحاول نقلب كرات اللحم المفروم حتى تنضج للأعلى، تاخد أيضا اللون. ثم نضيف الزيتون، نوضع الزيتون في هذه الأماكن الفارغة. ثم نوضع البيض. ونغطيه ونخليه فوق النار. وهذا هو شكلنا النهائي، طاجين اللحم المفروم بالطماطم والبيض. فأتمنى هذه الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أشكركم جدا على المتابعة ومع السلامة.